يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. البط بالبرتقال أحلى بط ممكن تاكليه، هينور سفرتك في أي عزومة. اعمليه قدميه، طعمه خطير. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. مستوي جدا ولحمته دايبة. قدميه مع رز بسمتي، تتبيلته مظبوطة بالملي، أنسجته طرية جدا، جوسي، محتفظ بالعصارة بتاعته، طعمه تحفة. ومع بعض نبدأ نجهز وصفتنا. هجهز خليط هغسل بيه البطة، عبارة عن نص كوباية من الدقيق، 2 معلقة كبيرة ملح، ليمونة مغسولة كويس جدا هعصرها وارمي القشر بتاعها مع الخليط، 2 معلقة كبيرة من الخل. هقلب كل المكونات دي مع بعض وانزل عليهم بكوباية إلا ربع من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هنزل بالمية بالتدريج مع التقليب المستمر عشان كل المكونات تدوب والدقيق ما يعملش أي تكتلات خالص. ودي بطتي الجميلة، وزنها 3 كيلو. هدعكها كويس جدا بالمحلول اللي جهزناه مع بعض. هبدأ إني أدخله في كل جزئية من أجزاء البطة، تحت الجناح عند الوراك جوه بطن البطة. هقلب البطة على ظهرها وادعكها كويس جدا بالمحلول ده، اتأكد إنه وصل لكل جزئية من أجزاء البطة. هركنها على جنب واسيبها منقوعة في الخليط ده لمدة ساعة. وبعد ساعة هشطفها كويس جدا وغير لها المية أكتر من مرة لحد ما المية تبقى شفافة جدا. البطة نفسها هتبقى فل شمعة منورة. واحطها في مصفى واسيبها تصفي ميتها. والتجهيز المحلول اللي هنقع فيه البطة، هحتاج نص كوباية من الملح، ونص كوباية من السكر، بعض المنكهات زي برتقانة كبيرة مغسولة كويس جدا متقطعة شرايح رفيعة، عدد 2 ليمونة متوسطة الحجم مغسولين كويس جدا متقطعين شرايح رفيعة. اختياري عود الروزماري فريش لو متوفر عندك، 4 فصوص حبهان. يفضل ان انتي تفتحي فص الحبهان عشان يطلع كل البذور اللي جواه في المية النقع. عود قرفة، 4 ورقات لورا، 4 مسمار قرنفل. وهنزل بكل مكونات محلول النقع في حلة واضيف لهم 1 لتر من المية السخنة اللي بتغلي، واقلب كويس عشان ادوب السكر والملح. والمية السخنة هتصحصح التوابل وتطلع كل الزيوت العطرية والنكهات اللي موجودة فيهم. ومحلول النقع مهم جدا لانه بيشيل اي زفارة موجودة في البطة، هيسرع عملية التسوية، هيخلي الانسجة طرية جدا وجوسي. واسيبهم منقوعين في المية لحد ما تبرد وانقلهم طبق كبير اقدر اني انقع فيه البطة بسهولة. وهضيف 2 لتر مية، يبقى انا كده مقدار المية اللي حطيته 3 لتر. اتأكدت ان المحلول اللي هنقع فيه البطة برد تماما. البطة نفسها صفت كل المية اللي فيها، هنزل بيها في محلول النقع واغطسها كويس جدا. هغطيها بالاسترتش واحطها في التلاجة واسيبها في محلول النقع اقل حاجة يوم كامل. وهنجهز مع بعض التتبيلة المميزة للبطة. هحتاج عدد 2 بصلة متوسطة الحجم، قرن فلفل رومي مغسول ومتنضف من البذر اللي جواه، قرن فلفل حامي مغسول ومتنضف من البذر اللي جواه. ما تقلقيش من الفلفل الحامي خالص، مش هيشطشط التتبيلة بس هيظهر كل التوابل. و3 فصوص توم حجمهم كبير. والتوابل اللي هنضيفها عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ السايبة ودي بتشتريها من عند العطار، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، نص معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة توم باودر، وربع معلقة صغيرة بصل باودر، ربع معلقة صغيرة جنزبيل باودر، ورشة قرفة يعني أقل من ربع معلقة صغيرة من القرفة. ويبقى كده احنا جهزنا مكونات التتبيلة، عبارة عن 2 بصلة، فلفلاية رومي، فلفلاية حامية، طماطماية متوسطة الحجم قطعتهم كلهم مكعبات صغيرة مع 3 فصوص توم، طبق فيه كل التوابل اللي جهزناها مع بعض، علبة زبادي صغيرة، نص كوباية عصير برتقان، ربع كوباية عصير ليمون. ولاني بحب التتبيلة تكون ناعمة جدا هنزل بكل المكونات في الخلاط، عصير البرتقان، عصير الليمون، كل التوابل اللي جهزناها، وعلبة الزبادي،
كل الخضار اللي قطعناه، وهضيف لهم معلقة كبيرة من العسل الأبيض مع معلقة كبيرة من الصويا صوص. هضربهم كويس جدا لحد ما التتبيلة تبقى سايلة خالص. طلعت البطة من محلول النقع، هنشفها من جوه ومن بره. نعمت التتبيلة كويس جدا. هبدأ اني اتبل البطة من جوه ومن بره وتحت الجلد، يعني بايديكي كده هتفتحي زي ما مر بين الجلد وبين اللحم وتدخلي التتبيلة فيه. الخطوة دي محتاجة منك شوية صبر وطولة بال عشان تقدري تفصلي الجلد عن اللحم بالراحة خالص من غير ما الجلد يتقطع. هتبل تحت الجلد كويس، هعمل البطة مساج سريع، وهتبل بطن البطة، هقلبها على ظهرها وهوزع التتبيلة كويس واتأكد ان التتبيلة وصلت لكل جزء من أجزاء البطة. وهاخد قشر البرتقان اللي عصرته واحشي بيه بطن البطة، وهضيف عود من الروزماري الفريش. هقفل البطة كويس جدا بالاسترتش واحطها في التلاجة يوم كامل عشان تشرب من التتبيلة بتاعتها. تاني يوم هطلع البطة من التلاجة، هجيب عصير برتقانة وهضيف له معلقة كبيرة من العسل الأبيض. هقلب كويس وادهن بيه وش البطة، وهربط رجلين البطة كويس بأي خيط عشان لما تستوي ده بيخلي شكلها جميل. هقلب البطة على ظهرها وبالفرشة هديها مسحة من عصير البرتقان والعسل. وفي صينية بتدخل الفرن هجيب كيس حراري كبير هدخل فيه البطة، وهحشي بطنها بأي خضار موجود عندك، بصل، جزر، بطاطس، كوسة، المتوفر عندك هنحشي بيه بطن البطة. هقفل الكيس الحراري كويس جدا، هعمل فيه فتحتين بالمقص. سخني الفرن كويس، هنحط البطة على درجة حرارة 200. الفرن شغال من تحت بس في الرف الأوسط، والكل كيلو من وزن البطة ساعة في الفرن. بس خلي بالك من حاجة، الكيس الحراري بيقلل مدة التسوية، في نفس الوقت بيخلي لحمة البطة طرية جدا جوسي. وانا سبتها في الفرن على الرف الأوسط والنار شغالة من تحت بس لمدة ساعتين. بعد كده شلت كيس الحراري، خدت من الصوص اللي نزل من البطة بالفرشة ودهنت بيه سطح البطة عشان تاخد لون الشوي الخطير ده. مستوية كويس جدا، لحمتها دايبة دايبة بمعنى الكلمة، يعني بتتقطع بإيديكي بمنتهى السهولة، مش محتاجة حتى ان انتي تمضغيها، هي بتتمضغ لوحدها. جربيها، هتشرفك في أي عزومة، هتعجبك وتعجب ولادك. تتبيلتها مظبوطة ولا غلطة. قدميها مع رز بسمتي وبألف هنا وشفا.